السلام عليكم، اخباركم يا رب تكونوا بخير وسعاده وطاقه ايجابيه ان شاء الله. فيديو النهارده هيكون عن كشري المصري الجميل ده، وهنعمله باطعم واحلى بكتير من المحلات واوفر وبتكاليف قليله. بجد تحفه. يلا بينا نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. اول حاجه عندي كوبايه من العدس وجبه. هحطينا، انا مش بسلقه، انا بحطه بميه مغليه طبعا، واحط معاه فص من الثوم لان هحطه مع الرز. هنيجي بقى للبليله. البليله طبعا نقعتها كذا مره زي الفول بالظبط، وبغير ميتها، وبعد كده حطيتها بقى في حله، وحطيت بقى فصين من الثوم ونص معلقه من الكمون وكمان ملح حسب الذوق، وسبتها على النار تستوي براحتها. جينا بقى للبصل. طبعا حطيته غسلته كويس جدا وقطعته شرايح رفيعه قوي، ورشين عليه رشه من الدقيق، مفيش نشا، دقيق بس، ونزلت عليه بزيت سخن على النار زي ما حضراتكم شايفين. اول ما بياخد تشويحه معانا بيبقى طري، وده الطبيعي، واول ما بياخد اللون هتلاقيه قرمش معاكي وجميل جدا. بطلعه على صينيه عادي من غير اي مناديل. طبعا زيت البصل ده انا هستخدمه، هصفيه وهستخدمه بقى في كمالة الاكله. هنيجي بقى لصلصه الكشري. حطيت معلقتين كبار من زيت البصل ومعلقه متوسطه من الثوم المفروم، هشوحها تشويحه حلوه يدوبك بس نشم ريحه التومه. وبعد كده هننزل بقى بمعلقه معجون طماطم، هنشوحها، وننزل بقى بعصير الطماطم الفريش. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. هنحط بقى معلقه صغيره من الكزبره الجافه، ومعلقه صغيره من الكمون، ورشه من الفلفل الاسود، وكمان ملح حسب الذوق، ومعلقه صغيره من السكر عشان تعادل الحموضه، ومعلقتين كبار بقى من الخل. كده بقى خلصت معانا صلصه الكشري، هنسيبها تستبك. هنيجي بقى للدقه. حطينا معلقتين كبار من زيت البصل ومعلقه متوسطه من الثوم. ممكن بقى تعمليها على البارد، مفيش اي مشكله، بس انا بحب ان الثوم يطلع الحديه بتاعته على النار. زي ما انتم شايفين هنزلنا عليها بكوبايه من الخل الابيض، وبعد كده كوبايه الا ربع من الميه. هننزل بقى بمعلقتين كبار من الليمون. هننزل بقى بالتوابل، نص معلقه صغيره من الكمون وملح حسب الذوق، وكمان ربع معلقه من الكزبره الجافه ورشه من الفلفل الاسود، وبقى خلصت معانا دقه الكشري. هنيجي بقى للشطه. حطينا معلقتين كبار من الزيت البصل، وحطينا معلقتين كبار كمان من الشطه. هنسيبها تتشوح كده زي ما انتم شايفين، هتتشوح كده وريحتها تطلع. هننزل بقى عليهم بكبشتين كده حلوين من الدقه اللي احنا عملناها، وكمان معلقتين كبار من الصلصه، برضو صلصه الكشري. يبقى كده خلصت معانا الشطه. هنيجي بقى للمكرونه. سلقناها السلق العادي. هنيجي بقى للرز. حطينا بقى معلقتين كبار او كبشتين كبار من الزيت البصل، وحطينا بقى نص كوبايه من الشعريه، حطينا معاها رشه ملح عشان تحمر كلها زي ما انتم شايفين. لازم يبقى لونها اللون ده يعني غامق شويه. وحطينا، نزلنا عليها بكوبايتين من الرز الابيض المغسول. هننزل بقى بالعدس اللي احنا نقعناه في ميه سخنه. هننزل بقى ب3 كوبايات من الميه السخنه زي ما حضراتكم شايفين. اول ما يتشرب معانا هننزل بقى بالتوابل، نص معلقه من الكمون والكزبره ورشه من الفلفل الاسود وملح حسب الذوق. هنسيبه بقى يتشرب زي ما انتم شايفين، وهدينا عليه النار زي ما انتم شايفين. ما شاء الله جميل جدا. جبنه مكرونه حطينا عليها معلقتين برضو من الزيت البصل عشان تبقى مفرفره معانا، وبنغرف الطبق. ما شاء الله جميل جدا، وبجد والله احلى بكتير من بره، واوفر وارخص بكتير. بجد لو اكلناه من بره هتلاقيه التكاليف عاليه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب عشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بكل سهوله. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.